هي دي هي دي. أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم ولقائكم المتجدد ومساء الأنوار. حلقة النهاردة بنتكلم عن موضوع خطير جدا مش منيم الناس في الشارع، النيزك اللي هيخبط الأرض. عشان كده قررنا إن ضيفنا يبقى مختلف ونجيب حد ذو خلفية نيزكية. النيزكية، أيوه هو بيغششني من أول اللقاء أهو. معنى تقدر تقول عليه إيه؟ إعلامي كبير، ماشي. هتقول عليه صحفي ورئيس تحرير، برضه ما عنديش مشاكل اطلاقا. هتقول عليه سياسي ومعارض، انا متفق معاك 100%. معنا الاستاذ ابراهيم عيسى، اهلا وسهلا. ازيك يا اهلا بيك. اهلا وسهلا. الحقيقه احنا في حلقه النهارده عايزين نتكلم عن مشكله النيزك بخبرتك الواسعه، الخلفيه الكبيره. تقول لي يعني تحب تقول للشعب ايه، ولا تشوف الرسائل اللي جايه لحضرتك؟ نشوف الرسائل. لان من امبارح اول ما عرفوا ان حضرتك ضيف معايا الجمهور كله بقى، مش قادر اقول لك حبايبك كتير يعني. بسم الله ما شاء الله. اول رساله جايه لك بتقول لك: يا استاذ ابراهيم، هو النيزك ده ليه لون ولا ملهوش؟ ولو في منه لون، في منه بينك ولا ما فيهوش؟ دي توتي موتي الرحاب جاردينيا بنت الشيخ زايد، اتفضل. اصل انا نظري ضعيف، فالنيزك بيبقى بعيد شويه فما باخدش بالي. ما فيش معلومه هتقدر. طب الرساله اللي جايه دي ليا انا بقى، معلش يعني لو تسمح لي اقول كده: يا شلبوكه يا شلبوكه، يحلى من ناني واجمد من دروجبا، دبش اسيوط السويس محل ازاريط المجد. تسلم يا دبش يا حبيب قلبي حبيب قلبي. معانا اتصال تليفوني هيعجبك قوي من وزير الفلك والاحجار الكريمه الدكتور صلاح الدالي. دكتور صلاح، مساء الانوار. مساء الخير يا كابتن مدحت بحلقتك الجميله وضيفك الجميل استاذ ابراهيم حسن. انا مبسوط يعني على الحلقه ومتابعها من الاول. لا اسمح لي بقى اصحح لك كده على الاول. انا معيش الكابتن ابراهيم حسن، انا معايا الاعلامي الكبير الاستاذ ابراهيم عيسى. والله يا كابتن انا اسف على الغلطه، بس انا مش سامع غير صوتك انت من اول الحلقه يعني. فانا ما خدتش بالي من الضيف يا كابتن، بس انتوا جمال وعاملين حلقه جميله. ربنا يخليك. عايزين كده نفهم ايه حكايه النيزك دي، ايه المشكله دي؟ احنا كنا نايمين صحينا قال لك النيزك هيخبط، ايه ده؟ بص يا كابتن، النيزك ده جاي من استراليا وطالع، المفروض ان احنا مش عارفين هو رايح فين. مش عارفين، بس في ناس كتير مقلقه ده ممكن ينزل في مصر. استحاله ينزل في مصر يا كابتن. ليه بقى؟ لان احنا عندنا سحابه سوداء. النيزك مش هيبقى شايف هو راح فين. اذا الضلمه هتعطل طريقه. طبعا يا كابتن. طب ما نطفي النور احنا كمان. بيطفي لوحده يا كابتن، بيطفي لوحده وبيقطع لوحده يا كابتن، ما تقلقش. يعني اذا انت عايز تقول كده تطمن الناس بان فكره مصر محروسه. محروسه يا كابتن. والنيزك عمره ما هيقع عندنا، وحتى لو وقع عندنا يا كابتن الناس ما تخافش، مش عايزين يحصل خوف. النيزك بينزل بيجيب كل اللي تحت ارض، ما تقلقش يا كابتن، كله هيموت، مفيش اصابات ان شاء الله. يعني ما حدش هيتوجع، كله ميت يا كابتن. ولا في بقى اسعاف تيجي وتشيل وتحط ولا اسعاف ولا رمسيس ولا اي حاجه من ولا مدينه ولا مدن من المدن دي هتلاقيها موجوده. دي واقفه خالص بقى، كله واقف يا كابتن ان شاء الله، ما تقلقش. طب اسمح لي كده، انا يعني جالي هاجس في دماغي كده وانا بكلمك دلوقتي. اتفضل. ما ينفعش النيزك وهو نازل نرعاش له احنا، يقوم جاي يمين يعدي نقوم احنا كده يعني ربنا يكرمنا؟ حسب نوع النيزك يا كابتن. حسب، يعني انت دلوقتي بنتعامل مع نيازك مختلفه عن نيازك. يعني مثلا النيزك الهونداي، النيزك الهونداي ده بيبقى عظمه خفيف بيعدي من اي اضاءه. النيزك مثلا الكيا عظمه ناشف. طب يعني انت تقصد ان الفكره كلها في الشاسيه بتاع النيزك؟ في الشاسيه وفي اسم النيزك. زي ما بقول لك نيزك الهونداي، نيزك الكيا، وفي برضه نيزك السلاحدار بتاعت المسلسل يا كابتن. دي كانت 5 أجزاء انا فاكرها. ده خلاص بقى بطلت دلوقتي، الله يديها الصحه. دي يعني ده كلام حضرتك اللي عايز تقوله؟ ده الكلام. هو الشعب المصري ما يخافش، النيازك دي بتبقى فوق الاكسجين، طبقه من الاكسجين وطبقه من بتعمل كلهم بينزلوا مع بعض في نفس الوقت. طيب انا بشكر حضرتك يا دكتور صلاح، يعني تعبناك وضيعنا من وقت. حابب تقول حاجه للاستاذ ابراهيم كده قبل ما تطلع؟ بص انا مش حابب اقول له حاجه، بس انا مبسوط والله، ويا ريت دايما تجيب استاذ ابراهيم الابيض معاك في الحلقات. لا اسمح لي اصححك تاني مره. انا معايا الاعلامي الكبير ابراهيم عيسى، معيش ابراهيم الابيض ده خلاص خلص القصه. بقول لك يا كابتن ما سمعناش الا انت بيتكلم. انت زي انت وعمرو اديب واستاذ ابراهيم عيسى، انتوا الثلاثه. جيبوا الضيف تتكلموا انتوا الثلاثه بس. لا اتفضل يا كابتن. احنا بنشكر حضرتك، بنشكر قطعا سياده الوزير، ونرجع قطعا للاعلامي الكبير الاستاذ ابراهيم عيسى عشان نكمل حلقتنا. وبشكر حضرتك جدا على اللقاء الجميل، وهنرجع نكمل لقائنا وكلامنا عن النيزك ولكن بعد الفاصل. نيزك يلا هنطلع بيوم بعد نيزك باذن الله. يلا بعد الصوت.